اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنملح ليمون. هتملحي ليمون؟ هملح ليمون. وعارفه اني اكتر الناس هتقولي انت كده بتملحيه متاخر قوي، ده فاضل خلاص بالظبط بتاع 7 ايام 8 ايام على رمضان. انا هقولك ليه انا هملحه دلوقتي، علشان خاطر اكله على رمضان وبطريقه سهله وبسيطه، طريقه امي بتاعت زمان. بصي، احنا هنا بنجيب الليمونيه الحلوه الجميله الملحمه اللي يبقى فيها لحم، وبالذات كمان لما تبقى نصها اخضر ونصها اصفر. وهقولك ايه فايدة نصها اخضر ونصها اصفر دي بعد ما نسلقه ان شاء الله. هنا بقى كده غسلنا الليمون بتاعنا كويس جدا وحطيناه في حلة كبيرة وغطيناه بالمية زي ما انتوا شايفين كده. انا هسيب الليمون بتاعي يغلي لغاية ما تبتدي الليمونية تفتح معايا، يعني يبقى فيها شق كده. هو ده اللي انا عايزاه، يعني بمعنى الاصح مش هنزله 3 4 دقايق 5 دقايق واطلعه، لا، انا هسلقه 3 ارباع سلقة. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي وهوريكي ازاي لما تشق معاكي بقى كده. اللهم بارك، ادي الليمون بتاعنا فتح زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده اللي انا كنت بتكلم عليه، انا عايزاه يفتح كده 3 ارباع سلقة، علشان خاطر بعد كده هنطفي عليه النار وهنروح نصفي منه المية ديت، وهنبتدي نشطفه مرتين 3، وبعد كده نبتدي ان احنا نملحه. في حاجة عايزة اقولها لكم، طبعا في ناس كتير بتحب المية دي وبتستغلها، في ناس تعمل معطر، في ناس بتغسل بيها المواعين، كل واحد على حسب استخدامه ليها. وطالما الليمونه بتاعتك كويسه بتعمل ريحه نفاذه جدا في الشقه، وبتبقى ريحه الليمون بصوا معبقه الشقه كلها. بقى كده بنحضر بقى الحاجات بتاعتنا. الفرق بقى بين الليمونه اللي نصها اخضر ونصها اصفر، بصي بتبقى ماسكه نفسها كده. الليمونه اللي بتبقى كلها صفرة في السليق، بصي بتضغطي عليها بتلاقيها كده مضغوطه منك كده شويه، او بتكش كده شويه. تمام، هو ده بس الفرق بين الليمونه دي والليمونه دي. طيب معانا ايه؟ بصوا ده فلفل، اول حاجه ده عصفر، طبعا كلنا عارفين العصفر، ودي حبه البركه. خلاص، ده بقى فلفل انا ضرباه في الكبه، بس مش فلفل حامي على فكره، ها، ده فلفل كوبي عادي احمر، اللي حابب طبعا بيحط حامي بيحط. انا حطيت العصفر بتاعي وحبه البركه بتاعتي. طيب دول ب10 جنيه عصفر، ب10 جنيه حبة البركة، ربع كيلو من الفلفل، على قد ايه ليمون؟ على ان شاء الله 5 كيلو من الليمون، وعليهم معلقتين من الزيت كبار. وهبتدي اقلب الخليط ده كده مع بعضه. طبعا احنا دايما بنقول كل شيخ وليه طريقة. ادي الليمون، ادي خلطة العصفر بتاعتنا، ادي البرطمان. في ناس كتير بتحب تاخد من الخلطة وتحط على الليمون وتدرب كله مع بعضه. انا مش هعمل كده، انا هعمل زي زمان بالظبط. زمان كانوا بيحطوا كده في البرطمان ويحطوا الليمون ويرشوا عليه العصفر وخلاص على كده. تمام، هنحط الليمون بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. وتنزلي بعد كل شوية ليمون تحطيهم رشة من العصفر، بعد كل شوية رشة من العصفر. مش عايزين حاجة اكتر من كده. بصوا زمان في ناس والله كانت بتعمل الليمون دوت ولا بتحط له عصفر ولا بتحط له اي حاجة خالص، وكانت بيسلقوه ويغيروا عليه المية كذا مرة، وبعد كده يقوموا عاملين على طول مية بملح، ويقوموا حاطينها على طول على الليمون ويقفلوا البرطمان. كان بيطلع الليمون بتاعهم والله في منتهى الجمال، كان بيطلع حاجة كده. بصوا السكرة، سبحان الله، حاجات زمان فعلا، وناس زمان كانت كل حاجة منهم فيها البركة. وان شاء الله بإذن الله، يعني ايه، الواحد بيقول ربنا يطرح لنا البركة ويطرح لأمة محمد أجمعين البركة في أرزاقهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي أولادهم وفي كل حاجة في حياتهم. أنا بقى هعمل بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كل حبة ليمون نحط شوية عصفر، بعد كل حبة ليمون نحط شوية عصفر ونفرطهم كده في البرطمان. بقى كده اللهم بارك، ادي برطمان وادي البرطمان التاني، دول كده بالظبط والله ال5 كيلو. طب وبعدين هنعمل ايه؟ المية بقى اللي بتحير الناس كلها. بصوا يا جماعة، المية اي مخلل لازم المية بتاعته تبقى مغطياه، يبقى البرطمان بتاعك مستغطي بالمية. طب نيجي للملح، كانت دايما امي تقولي ايه، خلي بالك الليمون او المخلل بيحب الملح، علشان خاطر يطلع معاكي حلو ويبقى كده مملح مخلل بمعنى الأصح. تمام، دول 3 لتر من المية، هحط عليهم 6.5 من الملح بمعلقة الملح العادية، وده ملح عادي مش ملح ليمون ولا أي حاجة خالص. ومش هحط أي حاجة تانية، ولا هحط خل ولا هحط أي حاجة خالص نهائيا. هنحط الملح بتاعنا وهدوبه، وهنبتدي نغطي البرطمانات بتاعتنا دي بالمية. بصوا لغاية فوق هتشوفوا كده.
طب بس بقى اللي لسه ما صلاش على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يصلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. يلا هنقلب بقى الملح بتاعنا ونبتدي ان احنا ننزل المية في البرطمانات بتاعتنا. انا بقى خلاص دوبت الملح بتاعي. دوقي الملح، دوقي الميه كده، شوفيها لو محتاجه ملح، حسيتي ان هي محتاجه ملح حطي لها، حسيتي ملحها كتير زودي الميه. يعني انتي في ايدك تتحكمي في الموضوع ده ما فيهوش اي صعوبه خالص نهائيا. قفلي على الليمون بتاعك او على اي مخلل انتي بتعمليه كويس، هيديكي برضو نتيجه كويسه. يعني عدم دخول الهواء ليه بصي بيدي نتيجه حلوه جدا. تمام. على فكرة انا هشيل ليمون من هنا، يعني هشيل ليمونية من هنا هحطها في البرطمان التاني عشان المية تغطيه ويقفل معايا كويس. نفس اللي انا عملته في البرطمان الاولاني هحط اهو مية في البرطمان التاني، ونقفل بقى مع بعض البرطمانات بتاعتنا. هنا بقى كده خلاص ادي الليمون بتاعنا. اي بقى حاجة عندك، كيس بلاستيك، ورقة استرتش، زي ما انت شايفة كده انا ما لقيتش كيس بلاستيك عندي، جبت الاسترتش كده وقفلي على الليمون بتاعك كويس قوي، وبالغطا كده هنحكم عليه. ودي اهم برضو خطوة زي ما بقولك كده في تخليل الليمون او اي مخلل. هنا بقى كده هنقفل خالص وهنسيبه بقى من هنا لرمضان. اول يوم رمضان ان شاء الله باذن الله هناكل من الليمون بتاعنا رغم ان احنا هو فاضل بالظبط 7 ايام او 8 ايام على رمضان. هفتح على الليمون بتاعي وهاكل منه ان شاء الله في رمضان. طبعا مفيش احسن من طرق زمان ولا احسن من كلام ناس زمان. يا رب يديم امهاتنا نعمة في حياتنا ان شاء الله وابهاتنا نعمة في حياتنا. واقول لكم يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم.